أهلا وسهلا بكل متتبعين ومتتبعات قناة بلفام أو فوايي في فيديو جديدة. مرحبا حتى بالناس الجداد. اليوم فيديو غادي نشارك معكم عراضة مغربية على أصولها، كيفاش تحضري أطباق ديال تحميرة ديال الوجه بحال اللي عندك التخيطوغ في الدار، كيفاش تنظم الوقت ديالك ولا ديكوراسيون وكل حاجة، يعني الأسرار ديال أي حاجة باش تجيك لذيذة. فهنايا لا فيديو كانت طويلة ولكن أنا قسمتها لكم. فقط اليوم غادي نشارك معكم الطبق ديال الدجاج اللي كان مرافق بالخضار ولا صوص شامبينيون. والفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشارك معكم لا كلاص والكبسه الاماراتيه. هنا بليله قبل غادي ناخذوا يعني نحضروا الشلايض المرافقه. بالنسبه للدنجال ومطيشه غادي تشويوهم سواء فوق الشوايه ولا في الفران، سي لا ميم شوز. من بعد غادي تنقيوهم، غادي تقردوهم هكذا طريفات صغارين. دونك كما شفتوا تاخذوا واحد المقله فيها زيت الزيتون، ديروا فيها ديك مطيشه اللي شويتو. من بعد هذاك الدنجال صافي، وغادي تضيفوا الملحه، الابزار، الكمون، ثومه و قزبر ومعدنوس. غتخليهم حتى كيتشحروا. اخر حاجه غادي تضيفوا قزبر ومعدنوس، غتحتفظوا به في بورت مونجي حتى الغد اللي كتسخنوا بحال يلاه طيبتوه، يعني ما كيطرى ليه والو، بحال كيبقى طري. دابا غادي نمشيو للعماره ديال الدجاج. غتاخذوا واحد البصله غنشحروها مع الزبده. البنات تشحيره باش تجيكم زوينه، اي حاجه شحرتو ما تشحروهاش بالزيت، شحروها بالزبده، هي اللي كتعطي هذيك اللذه. انا كنستعمل هذيك ديال بيم مربعه، راه زوينه. صافي هنايا غادي تاخذوا شامبينيون نوار، غادي ديروا ليه الماء الغليان باش يتحل. الفيرميسيل خديت انا هذيك الحمراء، هنا راه غادي نزيد الفيرميسيل حيت بانت ليا قليله. تقريبا درت كل مربع الدجاجه. دونك هنا حتى هي غادي نخليها في الماء غليان. وبالنسبه للبصله غادي نخليوها حتى كطيح، كنضيفوا ليها شامبينيون. بالنسبه للناس اللي ما لقاوش شامبينيون تقدروا ديروا هذاك الكونسيرف، ولكن هذا احسن، يعني غير باش تعوضوا وصافي. صافي غادي نضيفوا الشامبينيون. وبالنسبه للكبده ديال الدجاج غادي نسلقوها باش غادي تحيد ليها ديك الزفوريه. ودابا على بركه الله غادي نبداو التشرميله ديال الدجاج. هنا غادي تاخذوا في صوص ديال الثومه، تقريبا انا درت 8 لان كانوا عندي موين هذوك الفصوص. غادي تضيفوا جوج ياغورت بدون سكر يعني مسوسين. غتضيفوا البصله اللي غادي سواء غادي ديروها في الهاشوار ولا الميكسور، تضيفوا لها شويه الماء باش تطحن لكم مزيان. غتضيفوا المعدنوس بكميه ديال تقريبا 3 المعالق، جوج معالق كبارين ديال لا موطارد. غتضيفوا الازير، جوج معالق كبارين ديال الصوجا. هنا لاصوص نيوكمام اختياريه، الا كانت عندكم، ما كانتش عندكم ماشي مشكل. غتضيفوا الهريسه. وبالنسبه للتوابل غادي تضيفوا الابزار، سكينجبير، تحميره ولا الفلفل الاحمر والخرقوم. وغادي تضيفوا واحد جوج معالق كبارين ديال عصير الحامض، حتى لثلاثه، يعني من جوج معالق، حتى هذوك المعالق كبارين كاين اللي كيكون فريمون كبار غارقين، وكاين كيكونوا ما عامرينش بزاف. دونك عندكم ميزانكم. غادي تضيفوا ضامه الزعفران، وتضيفوا الزعفران اللي تيكون حر، غادي تخليوه في الماء دافي. صافي وغادي تخلطوا الخليط. كما شفتوا هنا ما درتش الملحه نهائيا، لان لاصوص صوجا ولا صوص نيوكمام تيكونوا مالحين، دونك ما تضيفوش الملحه. هنا بالنسبه للدجاج يكون صغير، تقريبا كيلو ونص حتى الكيلو ربع. ما تاخذوش الدجاج الكبير لانه كيشد الطياب، ما تدخلوش شرموله وما تيجي زوين. دونك هنايا القياس ديال كيلو ونص، كيلو ربع. انا هنا جبتو بليله قبل، غسلته مزيان بالملحه والحامض، رقدته في الماء اللي فيه سكينجبير باش كيحيد لينا هذيك السفوريه. وصافي واخر حاجه خليت فيه الحامض وخليته يعني كيتسقطر مزيان. صافي وبيتو في الثلاجه، خصو يكون ناشف. قلت لمول الدجاج انا ديما تنحيد له هذيك الجلده، لان ما كان عندها حتى اهميه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخليوها، ولكن انا راه تنحيدها. وغادي تشوفوا التشرم يعني حيت كيبغيو على قبل التحمار، ولكن انا تشوفوا كيفاش لا كولور غادي تجينا زوينه واخا ما كايناش جلده. فقط قولوا ليه يخلي لكم هذيك الجلده اللي كتكون حدا الرجلين باش كتجمعوا رجيلات ديال الدجاجه. صافي هنا كتكيو الدجاجه بشي موس ولا قطيب باش كتدخلوها الشرموله. صافي وهنا كتشرملوه مزيان ما بين الفخيضات حدا العنق، دخلوا ليه ديك الشرموله مزيان.
دابا غادي نمشيو للعمارة ديال الدجاج. هنا بالنسبة للفيرميسيل غادي نزيدو عليها المعدنوس، غادي نزيدو الكبدة اللي غسلقنا، والبصيلة وهي وشامبينيون اللي شحرنا صافي. وغادي نديرو نفس التوابل اللي درنا في الشرمولة ديال الدجاج، غادي نضيفوهم يعني الفيرميسيل من غير دانون. يعني دانون هو اللي ما ديروش. صافي نفس التوابل، يعني الملحه، الابزار، الفلفل الاحمر، سكينجبير، لاصوص صوجا، الهريسه، نفس التوابل. غير كما قلت لكم الا دانون اللي ما غاديش تزيدوه. هنا بين قوسين بالنسبه للناس هكذا اللي عجبتهم لا فيديو يبارطاجيوها ويشجعونا بجيم، لان ديك جيم راه ما غادي تخلصوا والو، فقط كتشجيع. ملي كتكون لا فيديو طالعه لي جيم ف ولا ابوني، ملي كتشوف واحد ابونا عندك كتشجع باش دير الجديد، وباش كتقول فوالا انا راه الناس عجبتهم مادام تابونا راه الا وعجبته القناه. دونك فقط كتشجيع باش دائما يعني ما نبقاوش هكا مربعين يدينا كتقولوا لا راه نديروا شي حاجه اللي يستافدوا منها الناس. حيت ملي كندير الاناليز كيبانوا ليا الناس اللي ما مابونينش هما اللي نسبه المشاهده طالعه، الناس اللي مابونين كتكون نسبه المشاهده قليله. دونك الا كنتي كتشوفي القناه مرحبا بك، فقط ضغطي على زر ابوني، ولا عجباتك ديري جيم. هذا ما كان. هنا بين قوسين، هنا ملي عمرنا الدجاج فانا راه درتو في السلوفان وبيتو في الثلاجه صافي حتى للصباح. هنا خديت جوج كساكس، كل كسكاس درت فيه جوج دجاجات، يعني باش ياخذوا الطياب ديالهم مزيان. وكديروا البابي كويسون سلوفان راه دغيا كيطيب صراحه، ومع كيما قلت لكم تيكون صغير دغيا كيطيب. هنا بالنسبه للخضره المرافقه فغيرنا الطريقه ديال كتسلقوها وعاد باش كديروها صوتي. دونك هنايا غادي ديروا الخضره نيشان. بالنسبه للخيزو غير هو قطعوه رقيق وعلى شكل طولي باش دغيا يطيب لكم. اللوبيا انا كانت عندي في الكونجيلاتور. تاخذوا هنا زيت الزيتون، تومه، الملحه، الابزار، شويه ديال الماء صافي، وشويه الزبده. الزبده صافي، وغادي تديروها على عافيه مهيله وتخليوها طيب على عافيه مهيله صافي. هذا ما كان. بالنسبه الدجاج ملي طاب صافي هنا غادي ندخلو نحمروه، غادي ندهنوه بلاصوص صوجا والزبده. هذه لاصوص اللي كديروا كما شفتوا ما درناش الملحه، لان لاصوص صوجا مرافقانا من الاول حتى الاخر ديال الدجاج، داكشي علاش ما كنديروش الملحه. في الوقت اللي الدجاج كيتحمر دابا هنا غادي نبداو الدريساج. هنا غادي نوجدوا الطبسيل. بالنسبه للطباسله البنات فانا كريتهم من عند تريتور، راه تيكريهم. لا بغيتو هكذا حطه هماويه. بالنسبه لهاد الطبسيل راه خديته انا ب 30 درهم، يعني كريتو ب 30 درهم صافي. وخديت هاد الخس هذا اللي تيكون فيه هاد لا كولور الكرونه، تيجي هماوي احسن من الخس العادي صافي. هنايا كنشوفوا الدجاج يعني بلا جلده كيفاش كتجي التحميره ديالو، هذيك لاصوص صوجا صافي. هنا صافي غادي نديرو مرحله الدغيساج، وبقى لاصوص شامبينيون. لاصوص شامبينيون البنات حتى يقربوا يجيو الناس باش ما تنشفش ليكم. هنا صافي راه يعني يدخلوا الناس صافي. هنا راه كما قلت لكم راه الخدمه اون باراليل، يعني يدهنا ويدهنا ويدهنا. غير هو كما قلت لكم لاصوص صوجا ماشي لاصوص صوجا، علاش كنقول لاصوص صوجا، لاصوص شامبينيون حتى يدخلوا الناس بحيث كتنشف ابخي. درناش المرقه، ويعني راكم عارفين دابا الصهد الواحد ما تيقدرش على ديك الحاجه ثقيله. هنايا غادي تاخذ واحد البصله تزيدوا عليها الشامبينيون، الملحه، الابزار، وغادي تخليوها حتى كتشحر صافي. وغادي تضيفوا ليها لا كريم فريش. ضفت انايا هاد لا كريم ديال غاستروميكس مزيانه صراحه، خديتها ب 27 ونص. دونك صافي هنايا وغادي تضيفوا لاصوص صوجا صافي. كما قلت لكم هذه كتكون اخر مرحله باش ما كتنشفش ليكم، يعني في لو طون اللي كديروا الدغيساج هاد لاصوص خاصها تكون كطيب صافي. وكترافقوها في جبيبنات. وبالنسبه لا ديكوراسيون
حقا بالنسبه للبطاطا راه حتى هي كتسلقوها، البطاطا كتسلقوها وكديروا ليها لا ميم شوز، تشرملوها حتى هي في مقيله. هي ما بينتهاش ليكم. وبالنسبه لا ديكوراسيون فهنايا خدينا البيض السمان درنا عليه البافو صافي ولا دان فومي. وهذا هو الطبق ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم كما شفتوا. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المجال، غنشارك معكم لا بارتي الثانيه ديال الكبسه. خليتكم على خير، بسلام عليكم.